الأماكن المقطوعة هذه والبراري والجبال، طبعا هذه جبال السروات، هذه كلها جبال السروات، كلها جبال السروات. الجهة ذيك ما أبغى أصورها طبعا من سيارتي هناك، فما أبغى أجلس أصور السيارة، رحت طالع. عرفتوا؟ هذه كلها جبال السروات، سلسلة جبال السروات ويسمى بجبال السروات. هذه أودية وشعاب طبعا، وأشجار ما شاء الله تبارك الله، في غابات. يا جماعة الخير، أنا اللي يخوفني من الأماكن المقطوعة هذه تدرون وش؟ الجن. شوفوا الحمير، مو الجن، والجن طبعا خوف حذر مو خوف جبل. اللي يخوفني شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن، لأن شياطين الإنس كفانا الله وإياكم شرهم. ناس حقيرة ما تفهم. شوفوا الحمير الله يكرمكم. جالسة تقول الحمير، هاي جالسة تقول هذا ايش عنده جالس يلعب. شوفوا ما شاء الله الجبل، جبل يا جبل ما يهزك ما شاء الله ما شاء الله. وأتمنى من الله التوفيق والسداد لي ولكم ولكل المسلمين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شياطين الإنس، شياطين الإنس على وجه الخصوص، وبعدين شياطين الجن. شياطين الجن ما يخوفون، اللي يخوفون شياطين الإنس. طبعا خوف حذر مو خوف جبن. ليش؟ والله يا جماعة الخير بديت أشوف أن شياطين الجن مسالمة أكثر من شياطين الإنس. سبحان الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا الله يكفينا شرهم، هم الإنس ولا الجن. والحمير ما شاء الله جالسين يتسمعون لمقولتي، يعني ما أدري كأنهم معجبين في بما أطرح أو بما أقول. تفضل، فيك شيء؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بالله تخيلوا الآن أن هؤلاء الحمير يتكلمون يقولون أنت إيش عندك هنا؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا الله العظيم شيء. شوفوا المنظر الحلو. خليكم والله ما بي منكم شيء. لا تخاف أنا بس مجرد أبغى أصور الإطلالة هذه وداري إنكم بسم الله يطالعون. الله لا يتأملون، يقولون هذا الشند جالس هنا أو جاي هنا. والله عندي أبغى أصور الإطلالة الجميلة، هذا الشعب والما شاء الله الأشجار الحلوة هذه الخضراء ما شاء الله تبارك الله، اللهم أدمها من نعمة احفظها من الزوال. إطلالة ولا أجمل منها ما شاء الله تبارك الله. بس صراحة اللي يعجبني أنا في الإطلالة هذه الأشجار هذه الخضراء ما شاء الله، الأشجار الحلوة هذه. ما أقصد الحمير، أقصد الشجرة هذيك اللي ورا هذا يسمى الشعب والعلم عند الله. هذا يسمى الشعب. شوفوا الأشجار سبحان الله كيف نابتة في مجال السيول. سبحان الله سبحان الله. طبعا هذا خلق من خلق الله الأشجار هذه. وبالمناسبة هذه معلومة مؤكدة وحقيقية، لو زالت هذه الأشجار من على كوكب الأرض كلها تزول كل المخلوقات بأمر الله عز وجل، لأن هذه توفر لنا الأكسجين وتنقي من التلوث البيئي. هذه يعني معلومة حقيقية مو مبالغ فيها. يعني الله خلق الشجر قبل الجن والإنس، ما خلقه قبل الجن والإنس إلا لأنه مخلوق يعني عظيم، والعظيم الله سبحانه وتعالى ما خلقه عبث، مخلوق مسخر. هذا الشيء كان نتضارب مع خويه، وهذا يطالع فيني.
طيب. برضه رجع يطالع. طيب ليش يحرك ذيله؟ والله أمر عجيب غريب. يحرك ذيله يمين ويسار كأنه مساحات السيارة. ما شاء الله تبارك الله. هوا أتوقع فيه تشويش في الصوت. آمنت بالله.